دي بيك تاني احلى بنت في الكرة الارضية، وده جو حبيبها قتلها وقتل الفرحة جوانا، وده بعد ما اكتشفت انه قتل كانديس حبيبته القديمة ودفنها حية. بس هو ما قتلهاش عشان هي عرفت تهرب، هو بس قتل الواد حبيبها وقام رماه من فوق السطح زي ما قتل ابوه زمان في الماضي، وقتل حبيب ام جاره بعد كده في المستقبل عشان بيضايق ابنها، وقتل بيتش اللي طلعت بتحب بيك قبل ما يقتلها، وقتل بنجي صاحب بيك اللي كانت بتحبه، وبعد كده حب يصلح العالم فقام قتل زعيم عصابة، وقتل هاندرسون اللي كان بيتحرش بدليلة الهايلة جارته وهي صغيرة الله يرحمها، اصل لاف قتلتها، ودي تبقى حبيبة جو اللي اكتشف ان بينهم شيء مشترك الا وهو هواية تحديد النسل، وعشان كده قتلت كانديس حبيبة جو القديمة عشان ما تبلغش عنه، وبعدها بيموت فورتي اخو لاف لما جه يحاول يقتل جو عشان كل اللي هو عمله، وبعد كده بتموت المشاكل اللي بين جو ولاف، وبيتجوزوا بعض لما بيعرف انها شايله منه ولد في بطنها. وتقدر تتابع ملخص الجزء الاول والثاني على الفيسبوك او اليوتيوب او الانستجرام. بيقرر جو ولاف انهم ينقلوا سان فرانسيسكو مع هنري ابنهم، فجو بيقول لها حرام، سان فرانسيسكو دي قطعه من الجحيم ومش قادر اتعامل معاها، فلاف بتقول له سيب نفسك والميه هترفعك. وبعد كده بيقابل جو لاف ناتالي جارتهم، فبيقول لها انا حبيت سان فرانسيسكو قوي، فبتقول له هي مش كانت قطعه من الجحيم؟ قال لها اه طبعا، وبيبص لناتالي وبيقول عشان كده هي سو هوت، جحيم فعلا. بيبتدي جو يلاقي في ناتالي كل مواصفات فتاة احلامه، حلوه شقره طويله بتحب القرايه وعندها حمام سباحه وبتتفرج على عمرو اديب، فبيقرر انه يراقبها. بيكتشف جو ان ناتالي هي كمان مركزه معاه، وفي يوم بتعزمه عندها في البيت وبيروح وهو مبسوط، بس بيتخض اول ما بيشوفها لابسه قميص مخطط، فبيقول لها طمنيني عليكي انت كويسه، وبيدخل جو فيلتها وبيلاقي الكوشيرت بتاعها مرمي على الارض، فبيقرر انه يحتفظ بيه بناء على المبدا اللي ماشي بيه من زمان ان التغيير بيبدا من الداخل. وغصب عنها بتتكسر كوبايتها وبتتعور ايدها، فبيقوم ماسك ايدها المتعوره وباصص لها وقايل لها نساء ودماء، وبتحاول ناتالي انها تغريه ولكنه بيعطل كده وبيقول لها انا متجوز وعندي طفل، فقالت له انا عندي حسنه في ظهري. بيروح جو لاف حفله تبع شيري كونراد جارتهم اللي عملت الحفله بمناسبه العيد القومي للاستيكه من ناحيتين، وهناك لاف بتقابل ناتالي وبتبتدي تشك في حاجه بينها وبين جو، فبتقرر لاف بعدها انها تكلم ناتالي وتقابل ناتالي وتعجب بناتالي، البنت حلوه الصراحه، وتقتل ناتالي وتتحسر على ناتالي، البنت كانت حلوه الصراحه. بيروح جو لمكان الكارثه وبيبص لجثه ناتالي وبيحزن ويقول انا انطفيت، وبيقوم مكيس جثه ناتالي وشايلها وطالع على الغابه ودفنها، وبعت مسج من تليفونها لجوزها بتقول فيها انها هتسيب له البيت وتمشي عشان نازله البلد لامها. وقام جو واقف قدام قبرها وهو متضايق انها جت في وقت غلط بعد ما خلف واتجوز، وقايل كنت فين يا لحمه قبل ما الدنيا تبقى زحمه. واثناء انشغال جو ولاف وبحثهم عن ازاي هيقدروا يفلتوا من المصيبه دي، بتقف لاف مره واحده لجو بتزعله وبتقول له انا ممكن اسالك سؤال، هو انت ليه ما بقتش تحبني زي الاول؟ بيحاول جو انه يرجع لحياته الروتينيه القديمه، فبيروح يشتغل في مكتبه الاسكندريه بتاعت كاليفورنيا، وبتبتدي الشرطه تحقق مع لاف لان اخر مره ناتالي ظهرت فيها كانت معاها، ولكنها بتحاول تتاقلم وبتاجر محل وبتحوله لمحل مخبوزات، وفي نفس الوقت هنا ابنها بيتعدي بالحصبه هو وجوزها جو، لحد ما في يوم بيدخل جيل جار لاف عليها في الفرنه بتاعتها وبيقول لها ان للاسف بناته هم السبب في نقل الحصبه لابنها، فبتقوم لاف ضربها على دماغه وحبسها في القفص الازاز المصفح اللي بنوه تحت الفرنه بتاعتها. واول ما جو بيجي يشوف الراجل المرمي على الارض بيسب لمراته، وبعد كده بيبص لجيل وبيقول ما هو برضه ما فيش حد بيلبس جزمه بني على طقم زي ده، وبيقرر جيل انه ينتحر ويشنق نفسه، وبيحاول جو لاف ينقذوه لكن بيفشلوا. منوره يا بوما يا جلبه المصايب. بيتوتر جو ما بيبقاش عارف يعمل ايه في المصايب اللي بوز الغراب حطته فيها دي، وبيبص لها هو مش عارف يعمل ايه، فبتقوم لاف بصله وقايله له قال قول لي يا جو هو انت ليه ما بقتش تحبني زي الاول؟ بتقترح لاف على جو انهم يقتلوا عصفورين بحجر واحد، فقال لها حتى العصافير كمان ما سلمتش منك وعايزه تقتليها، وبتقول انهم هيحطوا اداه الجريمه في الغابه وعليها بصمات جيل، وهتعلق جثه جيل في بيته كانه انتحر هناك، وهتسيب جنبه جواب يقول فيه انه خان مراته مع ناتالي ولما حس بالذنب قتلها وشنق نفسه، وبكده يبقى لبسنا الجريمتين لبعض، ها ايه رايك؟ فجو بص لها وقال لها هسالك سؤال وتجاوبيني بصراحه، انت ليه رفضتي تسجدي لادم؟ بيسبكوا الخطه هما الاثنين، وبتعدي 6 شهور في امان، وبتتعرف لاف على ثيو ابن ماسي وجوز ناتالي بس من مراته الاولانيه، وبتدخل معاه في علاقه في يوم على الرغم من ان جو طلب منها ما تقابلوش ولا تكلموا تاني. ولما بتروح البيت بتلاقي امها بتقول لها انت ما بترديش ليه؟ انت عارفه انك راح عليك تشوفي اول خطوات لهنا ابنك وهو بيمشي؟ فلاف بتقول لها وانت عارفه انك راح عليك تشوفي اول خطوات ليا في عالم الرذيله؟ بيبتدي جو هو كمان يعجب بمريان مديرته في المكتبه، وبيكتشف جو ان هما الاثنين بينهم حاجات مشتركه، هما الاثنين بيحبوا القرايه والكتب، هما الاثنين عندهم اطفال، هما الاثنين بيتفرجوا على صفحه فيلم في الخمسينه اللي بنزل عليها الملخصات الدراميه من غير كوميديا، وبيقوموا بايسين بعض بوسه حنك. بيروح جو لاف الفرنه بتاعتها فبتقول له انا عندي فكره تخرجنا من اللي احنا فيه، احنا ندخل في علاقه مع شيري جارتنا وكاري جوزها كنوع من التغيير، ها ايه رايك؟ فقال لها هسالك سؤال وترد عليها بصراحه، انت ليه خليتي قابيل يقتل هابيل اخوه؟ وبيوافق على الموضوع عشان لاف ما تركزش وتعرف انه معجب بمريان. جو بقى عشان اللي بيحبها، انت بقى حبيبي قرر يبقى لك ايه؟ بتروح شيري هي وكاري البيت جو عشان يحجزوا التيكتس بتاعت الدرك الاسفل من النار، واثناء البريك بيتخانق جو مع لاف فبتعيط وبتقول له حرام عليك، ده انا قتلت ناتالي
ناتالي عشانك. بس من حظهم الاسود بيسمعها شيري وكاري، فبيدخل جو عليهم وبيقول لهم انتوا بتسمعونا ليه؟ فشيري قالت له عشان عندنا ودان، انت بتسال اسئله غير منطقيه. وبعد شويه حرب بين الاربعه بيقدر جو ولاف انهم يحبسوا كاري وشيري في القفص الازاز المصفح، وبيتعصب جو بيقول لها يخرب بيت بوز امك، قتلت ناتالي وخليت الجيل ينتحر وبتلعبي لمس معايل صغير، ودلوقتي فضحتينا قدامهم وخليتينا نحبسهم، هنعمل ايه يا بومه؟ فلاف قالت له هو انا ممكن اسالك سؤال؟ هو انت ليه ما بقتش تحبني زي الاول؟ بيقتل جو ريان الاكس بتاع مريان وبيرميه من على السطح وبيضربه 4 طعنات في قلبه، وده بعد ما عرف انه كسب قضيه حضانه بنته، وده هيخلي مريان تروح وراه نيو جيرسي وتسيبه. مضحي قوي جو. وبيكتشف ثيو ان ابوه قدر يلاقي تسجيل كاميرا مراقبه بيثبت ان جو هو اللي خبى جثه ناتالي، فبيروح يقول للاف انها تهرب معاه ويسيبوا البلد ويروحوا يقعدوا في حته هاديه بعيد عن الزحام المنوفيه. فبتقوم لاف ضربه على دماغه ورميه في البدروم، وبيروح لجو وبيعرف منه ان هو عمل علاقه مع مراته وان مراته بتحب ثيو، وبتعرف لاف ان ريان مات فبتخمن ان جو هو اللي قتله، فبكده هما الاثنين عارفين قذورات بعض. يا وسخه يا وسخ حبيبي يا اسطى والله. بيقرر جو انه يعاقب لاف ويهرب بابنهم ويتجوز مريان، بس لما بيلاقي ان لاف عارفه كل حاجه بيقرر انه يقتلها، بس للاسف ما بيعرفش عشان هو اتشل بعد ما لاف حطت له سم في الاكل بتاعه وقررت انها تذبحه، بس جو طلع اذكى منها وكان عارف انها بتزرع النبات اللي خدت منه السم في الجنينه، فعمل حسابه في المصل بتاعه وقام حقنها هو بيه، وبيقوم باصص حواليه مره واحده فبيقول انا زهقت اما ابدا حياه جديده، فبيقوم قاطع صوابع رجليه وحاططها في البيت وحرقه بلاف عشان يبان انه اتحرق معاها، وكتب على الاكونت بتاعها ان هي اللي عملت كل الجرايم دي، وراح سايب ابنه عند باب بيت دانتي زميله في المكتبه عشان يربيه، بما انه متجوز كائن نفس الشحنه بتاعته فمش هيعرفوا يجيبوا اطفال. وبيسافر جو فرنسا عشان يبتدي بدايه جديده، واول ما بيزور الاراضي الفرنسيه بيتمشى في شوارعها وبياخد نفس طويل وبيقول يا اخيرا جي سوي مالاد. ما تنسوش تعملوا فولو على الفيسبوك واليوتيوب والانستجرام عشان تتابعوا الفيديوهات الجديده والقديمه. سلام.